اهلا بيكم فيديو جديد حبايب قلبي. النهارده هنعمل مع بعض فيديو حلو قوي فيه كلمتين مهمين لكل واحده ست علشان تعمل ريفرش كده لحياتها وتحاول ان هي تتواصل مع مهامها ومع مسؤولياتها. هقول لكم ازاي بعد ما فضفضنا مع بعض، وبعد ما انت عملت لنفسك جلسة نفسية كده، وبعد ما انت خدتي قرار انك تحبي نفسك، لان لو انت ما حبتيهاش وما سمعتيهاش محدش هيحبها ولا هيسمعها. فعايزة اقول لكم بقى النهاردة ازاي ان انت تنعنشي نفسك كده. عايزاكي تفكري كده ان انت تشتري لنفسك حاجة. اول حاجة اشتري لنفسك حاجة. قولي انا عايزه اجيب مثلا بيجامه جديده، عايزه اجيب ميك اب جديد. قومي كده واعملي اكله من بتوع زمان اللي كنت بتحبيها، اعملي لنفسك انتي. قومي اعملي لنفسك، ودي عن تجربه يا جماعه. قومي شوفي انتي محتاجه تشبعي نفسك بايه. عايزه تشربي مشروب معين، عايز تاكلي حاجه معينه. في نقطه تانية وعن تجربه عايزه اكلمك فيها. مش مطلوب منك تكوني سوبر مامي، مش مطلوب منك تكوني سوبر وهيرو في شغلك، لا، مطلوب ان احنا نكون في البيت سوبر فاميلي، نكون في البيت هيرو بس فاميلي مع بعض متعاونين. مش انت لوحدك، مش انت اللي تعملي كل حاجة. برضو في الشغل فريق عمل. غلط جدا يا جماعة ان انت تشتغلي لوحدك. والادارة الناجحة مش ان انت تعملي لوحدك، لا، ان انت تشغلي اللي حواليكي. اعملي اللي تقدري تفوضي فيه، فوضي فيه. تقدري تجيبي حد يساعدك في البيت، هاتي حد يساعدك في البيت. تقدري تجيبي حد يجيب لك الخضار، هاتي حد يجيب لك الخضار. تقدري تجيبي حد يساعدك في اي حاجه، هاتي يا جماعه. ما تقدريش، اعملي بنفسك، بس انتي وشاركي اولادك، شاركي اخواتك، ايا كان. اختك تساعدك، اقسموا مع بعض كل حاجه، اعملوا مع بعض. لو انتوا صغيرين لسه اعملوا مع بعض كل حاجه. بصوا الفيديو ده كده من غير تحضير. الفيديو ده عايزه اقول لك الخلاصه اهتمي بنفسك، اهتمي باللي يريحك، اعملي اللي يريحك، دوري على راحتك. ما تسيبيش حد يجيبها لك، محدش هيجيب لك راحتك، دوري عليها. صدقيني، قومي من النوم كده، اشربي المشروب الحلو بتاعك اللي انت حباه، وشوفي انت عايزه النهارده يومك يمشي ازاي. ابدأي برياضة. روحي الشغل مشي، او امشي نص الطريق واركبي النص التاني لو تقدري. عايزة اقولك ما تروحيش بتاكسي مثلا، ما تروحيش بعربيتك. غيري من الروتين اللي بتعمليه كل يوم. ما تسمحيش لحد ينكد عليكي، ما تسمحيش لحد يزعلك. حاولي دايما تكوني بتفكري في نفسك. ما بعلمكيش الأنانية، لا، انا بتكلم فئة معينة عارفة انها اخر حاجة بتفكر فيها هي نفسها. ودي عن تجربة. الفئة دي هي اللي انا بكلمها. لا يا حبيبتي، لازم تهتمي بنفسك علشان تقدري تهتمي باللي حواليكي. لازم تهتمي بنفسك. لما تهتمي بنفسك وتحبي نفسك وتشتري لنفسك الحاجات اللي بتحبيها، وتطبخي لنفسك الحاجات اللي بتطبخي اللي انت حباها برضو، وبترجعك لذكريات حلوة وبتحسن مودك. لما تعملي المشروبات اللي انت عايزاه، لما تقري الكتاب اللي انت حباه، لما تتفرجي على الفيديوهات اللي انت عايزاه، لما تصلي اللي عليكي، لما تعبدي ربنا، لما تعملي جلسة نفسية مع ربنا، كل ده هيخليكي في مود كده حلو وجميل. خروجي مع اصحابك، اعملي ليكي يوم في الشهر حتى، اقعدي معاهم. الناس اللي بتحبيها اللي بيملكي طاقه ايجابيه، اقعدي معاهم، فضفضي معاهم واتكلمي معاهم، وتكوني واثقه فيهم وحباهم وكده. هتلاقي نفسك رجعتي لبيتك ولحياتك فريش جدا. وعايزه اقول لكم لو عجبكم الفيديو دوسوا لايك. سلام.